سمحت عملية الترحيل التي مست سكان البيوت القصديرية والشاليهات بولاية الجزائر باسترجاع ما يفوق 100 هكتار من الأوعية العقارية استغلت في إنجاز العديد من المشاريع الهامة والمحورية في قطاعات مختلفة لا سيما السكنية منها. تم تخصيص 73 هكتار من الأراضي المسترجعة بعد القضاء على الأحياء القصديرية لإنجاز برامج سكنية حوالي ما يقارب 7500 وحدة سكنية. وفي مجال التجهيزات العمومية مكنت عملية استرجاع العقار من بعث عدة مشاريع أهمها إنجاز خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين بيرتوتا وزيرالدا والممتد على طول 23 كيلومتر. هذه العملية سمحت بتسريح وإعادة بعث عدد من المشاريع، وعلى سبيل المثال مشروع تهيئة واد الحراش حيث تم القضاء على 3 مواقع قصديرية المتموقعة على ضفاف الواد، إضافة إلى مشروع سد الدويرة الذي لم يتم تزويده بالمياه إلا بعد عملية إعادة الإسكان العائلات التي متواجدة في حافة السد. مساحات خضراء وحدائق للتنزه ومشاريع قيد الإنجاز وأخرى في الأفق أنشئت على أراضٍ لا طالما عمرت فوقها بنايات شوهت وجه العاصمة ضمن استراتيجية كبيرة للقضاء عليها والتخفيف الضغط على عاصمة البلاد.